حياتنا هي مختلفة من شخص للتاني، والروتين بتاعها مختلف وكل حاجة. إيه هي العناصر الرئيسية اللي أنا محتاج أبُص عليها عشان أقدر إن أنا أعيد تصميم حياتي بشكل يناسبني ويناسب مصطفى ويناسب خالد، يناسب الناس كلها؟ ماشي، هم 4 حاجات، فيهم حاجة technical أوي بس الباقي كويس أوي. أول حاجة emotion management، لازم تعمل emotion management بشكل يومي، بأي طريقة. اتكلم مع حد تبعك، اتكلم مع الtherapist بتاعك، اعمل reflection كل يوم، طلّع يومك من دماغك، أوكي. عشان ما يباتش معاك لتاني يوم فيطلع معاك على اليوم اللي بعده إمم. فتخش في الloop دي. ده أول حاجة. تاني حاجة خطّط للراحة بتاعتك دايمًا، خطّط لأيام راحتك، خطّط لسفرياتك، خطّط هتعمل فيها إيه، ما تسيبهاش عايمة كده عشان ما تضيعش منك، عشان ده يبقى الrestart بتاعك أو الوقت اللي أنت بتreflect بيه أو تعمل فيه الحاجات اللي بتحبها. ارجع اعمل حاجات أنت بتحبها، حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو أنت هتتعلم كل يوم نُص ساعة لو أنت مثلًا بتحب إن أنت تتعلم، حتى لو أنت هتgame whatever الحاجة أنت بتعملها ارجع اعملها، حتى لو هتيجي على حساب تاسكات بعد كده، هي هتخلّيك كويس بُكرة، فهتعرف هتبقى productive أكتر. والإنسان يقدر يخلّص أكتر من الحاجات اللي هي متراكمة عليه، بس هو مش قادر يعملها أصلًا، فكده، كده أنت مش قادر تعملها، فيا باشا ارجع اعمل حاجة بتحبها، وتاني يوم اعمل الحاجة دي بتركيز أكتر.